بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير، وكل سنه وانتم طيبين واحنا طيبين وبخير وبسلامه يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي باللحمه الضاني. احنا بنعمله ساعات بالبط وساعات باللحمه الضاني. النهارده هنعمله باللحمه الضاني بكل سهوله، وخطواته سهله جدا، وهنعمله على طريقه القديمه، طريقه امهاتنا البسيطه السهله. هنبتدي مع بعض، بس قبل ما نبتدي هنسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا مع بعض هنغسل اللحمه بقى ونبتدي. كده شطفنا اللحمه مع بعض اهوت. يلا جبنا بقى حل على البتاع، بس قبل ما نعمل اي حاجه ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. جبنا حل على البوتاجاز، حطينا فيها بقى اللحمه اهوت، معلقه طبعا من السمنه، وصفينا اللحمه اهوت وشهدها حلوه قوي. اللحمه الضاني لازم تشهد وتتغسل حلوه قوي. كده حطيناها بقى عشان تتشوح. شوحناها، تقلبها تقلبتين كده لغايه ما تشرب ميتها ولونها يتغير، وبعدين نحط فيها البهارات. معايا بصلتين اهوت، والبهارات معايا ورق لورا، وطبعا البهارات السبعه وبهارات الشوربه. في بهارات الشوربه للحمه وبهارات الشوربه للفراخ. احنا معانا بهارات شوربه اللحمه، بنعملها حطينا منها اهوت، بتبقى مكونه من كبابه صيني وفلفل اسمر وحبهان ومستكه، حاجات من دي يعني. احنا بنجيبها كده بهارات للشرب. حطينا منها اهوت، وطبعا تقلبي كده لغايه ما تشوح حلو. وبعدين تجيبي الميه، لازم تكون الميه سخنه، يا من الكتل يا تكوني مسخناها على البوتاجاز، وتحطيها وتسقيه وتزودي اللحم. طبعا هنعمل مع بعض بقى الكسكسي. معايا حاجاتنا اهوت، معايا صينيه والمنخل طبعا والغربون. معايا كيلو من الدقيق هننخله. هتجيبي دقيق سايب او دقيق معبأ، لازم تنخليه عشان تبقي ضامنه ان حاجتك نظيفه. كده هندخله مع بعض اهوت، خطوه بخطوه وبطريقه سهله، يعني ببسط لكم المعلومه بكل سهوله عشان تستوعبوه. طبعا للي اول مره بيعملها، حطينا على كل الدقيق هنحط عليه معلقه من الملح، وتقلبي الدقيق مع بعض مع الملح. وطبعا معايا كوبايه من الميه، هناخد منها بقى ونقلب كده الدقيق. اللي عنده بخاخه يبخ بيها ويقلب. انا عندي دلوقتي الميه عادي، لان انا بعمله واخده على ان بعمله في ايدي على طول فيه، فبعمل على طول. طبعا انت بتاخدي بكلوة ايديكي ميه كده وتنسمي على الدقيق. تنسمي يعني ايه؟ يعني ترشرشي على الدقيق وتقلبيه زي ما انا بعمل قدامكم كده. شايفين يا جماعه اهو، خطوه خطوه اهو. تقلبي كده الدقيق، ما تخافيش مش هيتعجن منك. لو اتعجن منك لو انت حطيتي الميه مره واحده، انما احنا بننسم اهوت وبنفرك. الدقيق هيتنسم كده ويتبل وتفركيه. شايفين اهو، خطوه خطوه. قلبي الدقيق كده لغايه ما يبقى معاكي مندي، كله كله مندي كده، وتبسيه حلو زي ما انا بعمل. شايفين؟ تفركيه كده وتبسيه حلو، هيبقى معاكي عامل زي حبايه الرز. تنسناش في اللايك يا جماعه عشان الفيديو بتاعنا يترفع. طبعا انت حبايبي ومش هتنسوني في اللايك. كده يا جماعه اهوت، انا عملت اهوت معاكم. شايفينه؟ الخطوه اللي بعد كده هنجيب المنخل بقى، الغربال قصدي اهو. دي بقى الخطوه اللي بعد كده، هنجيب الغربال وحاجه غويطه شويه علشان ناخد من اللي احنا عملناه، نحط في الغربال ونغربله كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ اهو بقى كده قدامك اهوت زي حبايه الرز بالظبط. كده خلصنا الكميه كلها مع بعض. هنجيب بقى مصفى للي ما عندوش حاله الكسكسي. انا شايفه ببسط الحاجه. طبعا معايا شال ابيض، انا عيناه للحاجات دي، للمخبوزات احط عليها او للكسكسي. وطبعا ما يكونش متزهر يا جماعه، اي حاجه ما تكونش متزهره بالزهره. شال ابيض عادي. هنجيب الحله نحط 3/4 ميه، ما تطولش المصفى. هنحطها كده مع بعض ونحطيه يستوي. كده عملناه اهوت، استوى معانا. هنشيله بقى، انا حطيته مره وفركته ورجعته تاني يستوي كمان مره. كده قلبي بقى براحتك كده اهوت. شايفين يا جماعه اهو. خلي بالك من الهبو بتاع سخونيه الكسكسي. يعني المره الاولانيه خد سوا نص ساعه، والمره التانية برضو نص ساعه، فخلي بالك من كده. بس النور قطع عليا بقى، ما ايه الحته دي ما اتصورتش. انا خدته نفس اللي انا عملته ده بعمله دلوقتي، عملته قبل كده مره. يعني انا خدته ونخلته كده وغربلته وحطيته تاني يستوي على البوتاجاز، ودي تاني مره. ناخد بقى معلقتين من الزبده هنحطهم في حله، ون ايه
ونحط عليها الكسكسي. طبعا الكميه اللي انت هتاخديها وتعمليها دلوقتي وهتاكليه، تاخدي منه وتقلبي في السمنه، في الزيت، في القشيم بتاع الدهن اللي احنا كنا مسيحينه قبل كده، بس كان خلص من عندي بقى المره دي. كده حطينا زبده اهوت، وبحط الكسكسي وهنقلب مع بعض. قلبي كده وشوحي الكسكسي مع بعض زي ما تكون انت بتحمري رز بالظبط، بتشوحي رز. شايفين بكل سهوله اهوت. هنحط كوبايتين كده بقى، بنشوح مع بعض اهوت. شايفين يا جماعه الدهن الضاني بيبقى دهنه دسم شويه، شربته دسمه ازاي. هتحطي بقى مغرفتين على الكسكس وتقلبي كده، ما تلاقيش هو مش هيعجن معاك، ده هو هيفرفر معاك. شايفين يا جماعه اهو. كده هنغرف بقى، كده هنغرف مع بعض بالراحه يصفصف كده وانت بتحطي. كده هنغرفه مع بعض. غرفنا طبق شرب في النص اهوت، وغرفنا الكسكسي مع بعض اهو. شايفين يا جماعه. قلبي كده. طبعا الغرف ده زي تبع ذوقك انت، تبع ما انت عايزه. ممكن تحطيه في اطباق عادي، بس انا بحطه كده ونحن كلنا بناكل منه. هنحط بقى لحمتنا بعد ما شوحناها في الزبده، هنحطها ونرصها مع بعض. طبعا العيد يا جماعه ما ننساش الكسكسي ده ابدا. طبعا على طول بنعمل الكسكسي، بس طبعا اول يوم بيبقى الفته والحاجات دي، فتاني يوم بنعمله كده بقى اهوت. ايه رايكم في الطبق؟ بكل سهوله وكل بساطه عملناها خطوه خطوه. شايفين الطعامه دي؟ طبعا الكسكسي بقى ابو لبن بنشوحه بالزبده، وبدل الشوربه دي بنحط عليها لبن. يعني احنا حطينا مغرفتين شوربه، بنحط مع مجين لبن او كوبايه لبن. وطبعا برضو بنشوحه بالمكسرات كده مع الزبده، بيبقى طعمه خطير. وطبعا السكر ايه المطحون. وكل سنه وانتم طيبين.